بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم سندوتشات الشاورما السوري والبطاطس والتومية السوري. هنعملهم بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ. اول حاجة نبتدي نعمل الشاورما. مكونات الشاورما: نص كيلو من صدور الفراخ. الفراخ نقعتها في مية وخل وصفتها من المية كويس قوي وقطعتها قطع صغيرة. بصلتين متوسطين قطعتهم حلقات. نص كوباية لبن، 3 معالق كبار خل، معلقتين كبار زيت، معلقة صغيرة هريسة شطة، ومعايا التوابل من كل حاجة معلقة صغيرة: بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كزبرة ناشفة، بهارات فراخ، كاري، ملح. الملح حسب الرغبة. نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة حبهان مطحون، ومكعب مرق الدجاج. في بولة فاضية نحط نص كوباية لبن او نص كوباية زبادي، ونحط مكعب مرق الدجاج. نحط التوابل والخل ونقلب كله مع بعضه. نحط الفراخ ونسيبها تشرب من التتبيلة ساعة. فات ساعة نشوح الشاورما في طاسة على النار. حطيت معلقتين كبار زيت. اول الزيت ما يسخن نحط الفراخ هتنزل ميتها. نسيبها تستوي لغاية الفراخ ما تشرب كل السوائل اللي نزلتها. نقلبها. الفراخ استوت وشربت كل السوائل اللي نزلتها. نبتدي نضيف البصل وهريسة الشطة ونقلبهم دقيقتين على النار، وبعد كده نطفي النار. مش عايزة البصل يستوي، عايزة البصل مقرمش. خلاص كده الشاورما استوت، ما فيهاش سوائل، طرية وطعمها جميل. وقطعت مخلل الخيار. دلوقتي نجهز التومية السوري: 3 معالق كبار نشا، كوباية ونص مية، 3 فصوص توم مفرومين، علبة زبادي، نص كوباية زيت، معلقتين صغيرين عصير ليمون، ملح. الملح حسب الرغبة. اول حاجة ندوب النشا على البارد في حلة فاضية. نحط المية ونحط النشا ونقلبهم كويس قوي قبل ما نحطهم على النار. خلاص كده دوبت النشا على البارد. نحطه على نار متوسطة ونستمر في التقليب علشان النشا ما يكلكعش. نستمر في التقليب لغاية النشا ما يستوي ويكون شفاف، لغاية ريحة النشا ما تروح ويغلي. خلاص كده النشا بقى شفاف وريحة النشا راحت. خلاص كده النشا استوى. نطفي عليه النار ونسيبه يبرد كويس قوي. في شفشق الخلاط نحط النشا والثوم وعصير الليمون ونحط الزبادي ونضربهم في الخلاط كويس قوي. ننزل بالزيت شوية بشوية ونحط رشة ملح ونرجع نضربهم تاني في الخلاط. خلاص كده التومية جاهزة. نفضي التومية، نقسم التومية في بولة فاضية، نفضي شوية من التومية، وفي البولة التانية نفضي بقية التومية. نحط معلقة صغيرة من هريسة الشطة على التومية ونقلبهم كويس قوي. خلاص كده عندي تومية حارة وتومية عادية. نجهز البطاطس. قشرت البطاطس وغسلتها وقطعتها طرنشات، والطرنشات قطعتها صوابع.
حطيتها في بولة وغطيتها بالمية علشان البطاطس ما تسودش. حطيت على البطاطس 1.5 معلقة خل ومعلقة كبيرة ملح. هنبتدي نقلي البطاطس في طاسة على النار. حطيت زيت، نصفي البطاطس من المية قبل ما نحطها في الزيت. اول الزيت ما يسخن نحط البطاطس تاخد لون ذهبي من تحت، وبعدين نقلبها على الناحية التانية تاخد لون ذهبي. خلاص كده البطاطس اخدت لون ذهبي، نطلعها ونصفيها من الزيت ونحطها على منديل المطبخ علشان تنزل الزيت الزيادة. وهنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. خلاص كده عندي كل حاجة جاهزة. العيش السوري جبته من الفرن جاهز، الشاورما جاهزة، والبطاطس والتومية الحارة والعادية، ومعايا الكاتشب ومخلي الخيار. نبتدي نعمل السندوتشات. هنعمل الأول سندوتشات الشاورما. ده العيش السوري، نتن الحرف ونحط معلقة من التومية العادية علشان الشاورما أنا حاطة عليها هريسة شطة. نحط معلقة من التومية العادية ونفردها ونحط الشاورما. نحط مخلل الخيار ونحط الكاتشب ونتن الجنبين ونلف الرغيف بالطريقة دي. الرغيف مقطوع هنلفه في رغيف تاني. خلاص كده عملت سندوتشات الشاورما السوري. هنعمل سندوتشات البطاطس. ناخد رغيف ونتن الرغيف ونحط التومية الحارة. التومية الحارة بتدي طعم جميل لسندوتشات البطاطس. نرص البطاطس بالطريقة دي. ونحط مخلل الخيار ونحط الكاتشب ونتن الرغيف من الجنبين ونلف الرغيف بالطريقة دي. وعملت الكمية كلها بنفس الطريقة. كده عملت كل السندوتشات. نسخن الجريل على النار او اي طاسة عندك، ندهن الجريل زيت ونحط السندوتشات تاخد لون ذهبي من تحت. وبعدين نقلبها على الناحية التانية تاخد لون ذهبي من فوق. دي كانت وصفتنا النهاردة. عملت معاكم سندوتشات الشاورما السوري. سندوتشات سهلة وسريعة وطعمها جميل. بطريقة جميلة أحسن من المحلات. وعملت سندوتشات البطاطس السوري. دي أحسن طريقة تعمليها. طعمها جميل. طعمها حلو قوي. وعملت كمان التومية السوري، تومية حارة وتومية عادية. عملتها بأسهل طريقة. يا رب يعجبكم. كنتم مع بوسبوس كيتشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.